السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكون في تم صحة واحسن حال. النهاردة هنعمل معاكم طريقة الكاتشب البيتي. النهاردة هعملها معاكم بالصلصة اللي هي بنجيبها من السوبر ماركت. المرة الجاية ان شاء الله هعملها بالطماطم بتاعت البيت الطبيعية. معانا يا حبايبي كوباية من المية، 3 معالق من الصلصة، معلقة ونص من السكر، توابل يا حبايبي، ربع معلقة ملح، وربع معلقة فلفل، وربع معلقة توم باودر وبصل باودر، وربع معلقة شطة اللي حب سبايسي، وربع معلقة من البابريكا. معانا معلقتين من الخل يا حبايبي. يلا بينا ندخل على الطريقة. بسم الله. هنضيف كوباية المية، هنضيف معلقة ونص من السكر، هنضيف التوابل يا حبايبي، هنضيف الصلصة. بسم الله. هروح على البوتاجاز يا حبايبي، اضيفه على النار واقلبه. بسم الله. اول ما يقلب معانا يا حبايبي هضيف له معلقه من النشا، وربع معلقه وربع كوبايه من الميه، ومعلقتين من الزيت، وهوريه لكم اول ما يجي يقلب معاكم هجيكم تاني. ماشي يا حبايبي. اول ما قلب معانا يا حبايبي رجعنا تاني، هنضيف عليه معلقه النشا وربع كوبايه الميه يا حبايبي، خلطناهم مع بعض، معلقه نشا وربع كوبايه من الميه. بسم الله. ونقلب على طول يا حبايبي. شايفين ما شاء الله؟ شايفين؟ هنضيف معلقتين الزيت، معلقتين الزيت يا حبايبي بتديها لمعه زي اللي بنشتريه من بره. تاكلوا معانا احلى كاتشب النهارده، حاجه مضمونه وعاملاها على ايديكي. المره الجايه ان شاء الله هعملها لكم بالطماطم طبيعيه. شايفين ما شاء الله يا حبايبي؟ شايفين؟ اول ما يبرد هيرجع لونه الجميل. شايفين ما شاء الله؟ والله زي اللي بنشتريه من بره بالظبط يا حبايبي. جربوا الطريقه دي معايا وقولي لي ايه رايكم. هيبرد وهقدمهم لكم. رجعنا يا حبايبي بعد ما خلصنا معاكم الكاتشب. شايفين الجمال؟ شايفين يا حبايبي؟ والله زي اللي بنشتريه من بره بالظبط يا حبايبي. جربوا الطريقه دي وقولوا لي ايه رايكم. شايفين الجمال؟ بس والله الكاميرا ظلمه خالص عشان مبين اللون بتاعه. شايفين يا حبايبي؟ اللي بنشتريه بالظبط يا حبايبي. جربوا الطريقه وقولوا لي ايه رايكم. اكتبوا لي في صندوق الوصف. ما تنسوش الاشتراك بالقناه والشير واللايك والضغط على الجرس، واللايك بالله عليكم. مع السلامه يا حبايب قلبي.